في أجواء مليانة حب وفرحة احتفلت الفنانة بسمة بوسيل بعيد ميلادها ال35 وسط أولادها وأقاربها المقربين، واللحظة دي خطفت قلوب الجمهور على السوشيال ميديا بعد انتشار صور وفيديوهات من الاحتفال البسيط والدافئ اللي كان مليان مشاعر وسعادة. بسمة ظهرت وهي بتطفي التورتة وسط أولادها اللي كانوا حواليها بكل حب، وملامح الفرحة كانت واضحة جدا على وشها، خصوصا ان الفترة الأخيرة كانت بتحاول تركز أكتر على حياتها الشخصية وأولادها، وده اللي خلى الجمهور يتفاعل بقوة مع الصورة ويقول إن بسمة باين عليها الراحة والهدوء النفسي. الاحتفال كان بعيد عن الزحمة والكاميرات، لكن مليان تفاصيل جميلة من الديكورات الراقية لحد اللحظة العفوية اللي جمعتها مع أولادها، وناس كتيرة علقت إن أجمل حاجة في العيد الميلاد كانت وجود أولادها جنبها، وإنهم كانوا السبب الحقيقي في فرحتها الكبيرة. كالعادة خطفت بسمة الأنظار بإطلالتها الهادئة والأنيقة، والجمهور انهال عليها بالتعليقات والتهاني، وناس كتير قالت إن رغم كل الظروف اللي مرت بيها في حياتها الشخصية لكن قدرت تحافظ على ابتسامتها وتفضل قريبة من جمهورها. كمان عدد من نجوم الفن والمشاهير حرصوا يهنئوها بعيد ميلادها، وامتلت حساباتها برسائل الحب والدعم خصوصا من جمهورها اللي دايما بيشوفها انها شخصية قوية وتقدر تتجاوز فترات صعبة كتيرة. اللافت في الحفل ان اولادها كانوا معهم اليوم كله، وده اللي ظهر في طريقة تعاملها معهم واللحظة العفوية بينهم، وكأنها كانت حابة تقول ان اهم حاجة في حياتها هي علاقتها باولادها، انهم مصدر الطاقة والسعادة بالنسبة ليها. وفي الساعات الاخيرة بقت الصورة عيد الميلاد من اكتر الصور تداول بين الجمهور، خصوصا ان الناس شايفة جانب مختلف من بسمة بوسيل بعيد عن الاضواء والمشاكل، جانب الام اللي بتحاول تعيش لحظة هادئة وسعيدة مع أولادها. وفي النهاية احتفلت بسمة بوسيل بعيد ميلادها ال35 كان مليان مشاعر دافئة ورسالة واضحة إن العيلة وأولادها ممكن يكون أحلى حاجة في حياة أي إنسان، والجمهور فضل يدعي لها بالسعادة والاستقرار في الفترة الجاية.